لما نزلت السوق ولقيتها فرحت جدا، لان بقالي كتير ما اكلتهاش، وهي اصلا ما بتنزلش الا في ايام معينه واشهر معينه. لما لقيتها قلت خلاص يا ساره هاتيها ونبدا نعملها النهارده. قال لي ده بديل طبعا الجمبري، هي مفيده جدا زيه بالظبط. اول حاجه مسكت راسها بالمصارين كده نضفتها، البسارية طبعا سهل تنظيفها. وبعد كده كان فيها سلاية كده، حبيت برضو ان انا اشيلها لان معايا البسارية كبيرة، فبدأت افتحها كده واشيل السلاية، واقوم كمان قطعاها كده او اسماها من عند الديل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده طبعا انا نقعتها بليمون وميه، وبعد كده صفيتها وبقت جاهزه معايا على القلي زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم سعرها في السوق 25، ومتداول كمان صغيره، في صغيره 15، في موجود كمان ب10. عملت لها بقى التوم بتاعها، توم عباره عن توم وفلفل حامي وكمون وملح وليمون، بس كده دقيته وبعد كده حطيته على البسارية وسبتها وقلبتها كده زي ما انتوا شايفين. وهسيب البسارية في التتبيله بتاعتها حوالي نص ساعه كده تتشرب بس من التتبيله، او عايزه تخليها 10 دقايق على الاقل خليها علشان بس تتشرب كده من الفلفل والثوم بتاعها والحاجه بتاعتها. بعد كده خلونا نحضر الطبقه الخارجيه اللي هي عباره عن دقيق، كمون، بابريكا، حبه شطه لو تحبي علشان تبقى سبايسي شويه، وشويه ملح صغيرين خالص لو تحبي برضو. هبدا بعد كده اجيب بقى البسارية وابدا اخدها كده، ممكن تاخديها واحده واحده، ممكن تاخديها شويه بشويه، بس انا احب اخدها كده ايه واحده واحده الاول وارصها في طبق زي ما انتم شايفين. في الوقت ده بكون حاطه الزيت، بعد كده بحطها في الزيت تتقلي، وبعد ما تتقلي في الزيت بطلعها، يعني مش محمره قوي او مش محروقه قوي، بحب اطلعها اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه دي، تبقى طريه كده من جوه وفيها لحم زي ما انتوا شايفين. بصوا البسارية تحفة، عملت جنبها رز بشعرية وسلطة، وقلت بقى ان انا اجرب وكده واوريكم من جوه عاملة ازاي. عايزه اقول لكم انها تحفه جدا، شايفين بقى طبعا كبيره ولحمها حلو قوي، وعملت جنبها زي ما انتم شايفين رز. بنتي بتوريكم. بس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم الوصفه، تكون عجبكم. بحبكم جدا جدا، واستنوني في وصفات كتير. مع السلامه.